برج الجوزاء. برج الجوزاء انا عارفه ان انت عندك شويه تقل. هقول لك ليه. معظم الابراج موجوده عندك انت في بيتك ال 12. التوليفه اللي موجوده بتاعت الابراج الشهر ده موجوده في بيتك ال 12. بيتك ال 12 يعني زي ما بنقولها كده فوق راسك. انت اهو وراسك اهي كله فوق راسك، بس ده لغايه وقت معين بس من الشهر. بعد الفتره دي ما هتخلص وتخش في 23/5 انت الدنيا معاك بتبتدي تتغير تماما. عارف الالوان لما نقول لك، عارف لما سعاد حسني طلعت وقالت بامبي بامبي الحياه بقى لونها بامبي؟ يا جوزاء هتغنوا الاغنيه دي، خدوها مني كده وعد وقولوا لي حصل ان شاء الله وهيحصل. اولا انتوا المشتري هيدخل عندكم، هيتنقل من برج الثور لبرج الجوزاء وهيقعد عندكم سنه من تاريخ 25/5 لغايه 25/5/2025 هيفضل موجود عندكم انتوا. كوكب الحظ الاكبر موجود عندك انت في بيت شخصيتك، في بيت تكوينك، في بيت حياتك، في بيتك انت عندك انت في برجك. تخيل هيدي لك ايه وهيعمل معاك ايه. الحاجه الثانيه احنا عندنا الشمس هتتنقل ليك ان شاء الله من تاريخ 20/5. الزهره من تاريخ 23/5 لو كوكب الحظ وكوكب الجمال، كوكب بقى يعني اللي هو اللي بنقول عليه اللي هو تحقيق الامنيات. عارف العصايه السحريه؟ عارفين هاري بوتر لما كان في ايده العصايه بتاعته بس يعمل بيها اشاره وكل الدنيا تتغير معاه؟ هو انتوا كده هتبقوا يا برج الثور من تاريخ 23/5. حتى وجود المريخ في برج الحمل هيكون موجود في بيتك العاشر، فده ما بيمثلش معاك مشكله، بالعكس ده مش عامل معاك مواجهه. يعني انا عندي حمل طور، حمل طور بيتك العاشر، فهنا انا ما عنديش برضو معاك مشكله. حمل طور جوزاء ما عنديش مشكله خالص الحمد لله. لو هو موجود في بيتك الثالث فالدنيا هاديه معاك، الدنيا رايقه معاك ان شاء الله يا باذن الله يا برج الجوزاء الشهر ده. وعندك ايه تاني؟ لا ده استنى، ده انت عندك حمل طور جوزاء. لا صح ماشي، ما عندكش مشكله مع برج مع الكوكب المريخ الحمد لله. عطارد الحمد لله كمان ابتدى في التقدم بتاعه مره ثانيه. انتوا عارفين ان عطارد اصلا كان عنده تراجعات عطارد، وتراجعات عطارد خلصت تقريبا بتاريخ 25/4. فعطارد لما بيتقدم عارفين بقى الساعه كلها بتبتدي تتقدم معانا تاني مره ثانيه، خلاص خط سيره ماشي في طريق مستمر. عطارد الحمد لله اللي احنا بنقول عليه بالشر طارد ماشي في طريقه صح جدا جدا. فحتى عطارد موجود في تقدم دلوقتي في برج الثور اخيرا، وهيفضل موجود هناك لغايه 25/4 من 25/4 وهيفضل موجود لغايه تقريبا شهر 8. فالحمد لله هو في التقدم مفيش مشكله معانا. عندنا على فكره يا برج الجوزاء اكتمال القمر في الجزء الاخير من شهر مايو، يعني في الاسبوع الاخير من شهر مايو اكتمال القمر هيبقى في برج القوس، وده برج داعم ليك على فكره من الابراج الصديقه. حتى بلوتو اللي موجود في برج الدلو مش ممثل معاك مشكله لانه موجود في برج صديق ليك، ابراج هوائيه، انتوا كلكم ابراج هوائيه مع بعض، فالدنيا ماشيه معاك الحمد لله يا برج الجوزاء فيها توازن. لكن التوازن ده انت هتبتدي تشعر بيه كويس جدا من التاريخ 23/5. اقدر اقول لك انت من 23/5 بالظبط هتبتدي تشعر بالتوازن ده، وهتبتدي تشعر ان الدنيا كويسه معاك. المريخ بس هيتنقل بتاريخ 15/5 لبرج الثور. هنا ممكن اقول لك خلي بالك لانه بقى في بيتك ال 12. بيتك ال 12 يعني خلي بالك جدا، يعني خليك راسي، يعني خليك راكز، ما تخشش في مشاكل يا برج الجوزاء. حاول تكون هادي شويه. انت ممكن يكون عندك حنين للماضي يا برج الجوزاء، ممكن يبقى عندك حنين لمشاعر قديمه انت نفسك ترجع تحس بيها مره تانية. ممكن يكون عندك كمان انكشاف لاسرار اشخاص معينه هتبتدي تكتشفها على حقيقتها، ناس معينه هتبتدي تعرفها. وجود التوليفه بتاعت الكواكب دي في الجزء الاول من الشهر في بيتك ال 12 بيخليني اقول لك خلي بالك من حاجه، انه ممكن تتعرض لعمليه خداع، ممكن تتعرض لعمليه نصب، عندك علو في الروحانيات عالي جدا جدا. خلي بالك من امورك الماديه كويس، ممكن يكون عندك مصروفات زي ده الشهر ده، خلي بالك جدا جدا من الموضوع ده. وخلي بالك كمان من انه يحصل فقدان لاشخاص انت مش عايز تفقدهم من عائلتك. يعني ممكن يحصل شويه مشاكل مع ناس قريبين من عائلتك، زي مثلا اخ، اخت، ام، اب، اصدقاء قريبين، جيران، ناس قريبه منك انت مش عايز تختلط معاهم بصوره سلبيه او يحصل بينكم وبين بعض مشاكل، بس ممكن يحصل عرقله، ممكن يحصل شويه مشاكل، ممكن يحصل شويه خلافات. الكلام ده كله في الجزء الاول من الشهر، لكن اعدي معانا الجزء الاول ده اللي هو الثلاث اسابيع الاولانيين، حاول تقضيهم بامور روتينيه. ممكن يبقى عندك كمان على فكره مشاريع سفر تبقى بتحاول ان انت تعملها بس تتاجل معاك شويه، مفيش مشكله في التاجيل. خلي بالك من حوادث الطرق، وحاول ان انت تمشي على مهلك شويه. انا التوليفه بتاعت الكواكب دي لما تكون كلها موجوده في البيت ال 12 دايما بقول خلي بالك جدا جدا، لان ممكن تتعرض لبعض المشكلات اللي انت ما تكونش عامل حسابها، بس هتعدي منها على فكره. يعني ما تقلقش، اي حاجه انت هتقع فيها يا جوزاء الفتره اللي جايه دي انت هتعديها، الدنيا مش هتقف كده.
اما في الاسبوع الاخير من الشهر بقى اللي هو من يوم 23/5 لغايه بقى كمل معايا شهر 6، بس انا مش هتكلم دلوقتي في شهر 6، هتكلم عن توقعات 6. هيبقى عندك الدنيا كلها فلكيا بتفتح معاك. يعني ايه فلكيا بتفتح معاك؟ يعني المشتري هيبقى جالك، الشمس عندك، المشتري، الزهره، العطارد في تقدم، وهيتنقل لبيتك ال 12، مفيش مشكله عندي، مش بيمثل لي اي مشكله، مش عامل ضغط عليك. بلوتو مش عامل اي ضغوط عليك، بالعكس ده عامل معاك مثلث هوائي كويس جدا جدا. وجود القمر واكتماله في برج القوس بيكمل لك امر ما، او بيكمل لك عقود معينه، او بيكمل لك مشاريع انت كنت مبتدي فيها، مشاريع عقاريه كمان ممكن تكون. ممكن يكون عندك مثلا شراء بيت، شراء عقار، بيع بيت، بيع عقار، حاجه انت كنت عايز تعملها وعايز يعني بتسعى ليها وهتتم ان شاء الله. ممكن كمان يكون عندك رجوع لاشخاص من الماضي، عندك فتره من الرومانسيه في الفتره الاخيره من الشهر دي، هتكون فتره عظيمه. حتى بالنسبه لي زحل اللي موجود في برج الحوت مش بيمثل معايا مشكله ان شاء الله، بالعكس انا شايفه ان هو بعيد عنك، مش مقدم ضغط عليك خالص يا برج الجوزاء، فالدنيا معاك مفتوحه ان شاء الله. فحاول ان انت تتخلص من الناس اللي كانت سامه في حياتك، حاول ان انت تحتفظ بس بالاشخاص الكويسين في حياتك. عندك تغيرات جذريه هتبتدي تحس بيها من تاريخ 23/5 لغايه السنه الجايه 23/5/2025. تغيرات فعليا هتكون تغيرات جذريه، انت نفسك مش هتكون متصور هي عدت ازاي ومشيت ازاي. هتتبسط يا برج الجوزاء. وبرده اكتب لنا في التعليقات بتاعتك ايه الحاجات الحلوه اللي حصلت معاك وانت قد ايه كنت مبسوط. واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله نتكلم عنه عن برج الجوزاء، وهتكلم معاكم في لايف مخصوص على انتقال المريخ، انتقال المشتري ان شاء الله. وكان معاكم ساره فوده، خبيره الفلك والابراج والتارot. سلام.